السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم سلطه الحمص وبتطلع معايا جامده قوي بالشكل ده. لو بتشوفوني من على الفيسبوك اعملوا لايك وشير، لو بتشوفوني من على اليوتيوب اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شجعوني باحلى لايك. يلا نسمي بسم الله. معايا كوبايتين من الحمص بكون نقعاه قبلها ب6 ساعات او من بالليل. بنزل بيه في ميه سخنه كده. بكون غاسله الحمص كويس قوي ومنقياه ونقعاه. بسيبه لما يستوي على الاخر، لازم يكون مستوي. كوبايتين الحمص بياخدوا معايا كوبايه من الطحينه. بحط كوبايه الطحينه وبخففها كده بالميه كاني هعمل سلطه الطحينه. حاولوا تعملوا في بيتكم سلطه الحمص، التوميه، سلطه البنجر، بابا غنوج. كل السلطات دي بتبقى طعمها حلو قوي، بتفتح النفس، وبره بيبقى سعرها غالي قوي. اعملوا الحلويات، اعملوا لاولادكم المعجنات، الفطائر، اعملوا المربى، المخللات. كل حاجه في البيت بيبقى لها طعم وبيبقى فيها بركه وليها طعم خاص. حاولوا تجربوا حتى لو بكميات قليله. هفضل اضرب فيها بالشوكة كده لحد ما قوامها يبقى كأنها سلطة طحينة بالظبط. هحط نص معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، ممكن ارش رشة كمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار زيت، معلقة توم مفرومة صغيرة فرم ناعم، معلقة خل كبيرة. اقلب بقى كده كله مع بعض. لو حابة تضربيهم كلهم في الخلاط ممكن تضربيهم في الخلاط. الحمص بكون ضرباه في الخلاط نص ضربه، انا عايزاه حتت كده يعني، مش عايزاه يبقى ناعم قوي. لو حابه يبقى ناعم كده ممكن تحطيه في الخلاط وتحطي معاه نص كوبايه من ميه السلق وتضربيه لحد ما يبقى ناعم، تحطي عليه المكونات دي وتضربيهم مع بعض يبقى قوامه كده ناعم. لكن انا بحب يبقى فيه حتت كده فبفرمه فرم، يعني ايه، نص فرمه كده بالشكل ده. وقلبه بقى مع بعض كويس قوي. لو حابه تضيفي حبه ميه صغيرين معاه، عايزاه يبقى ناعم اكتر من كده، ممكن تضيفي شويه ميه صغيرين. بعصر عليه ليمونتين. عايزاكم تجربوه، طعمه حلو قوي، هيعجبكم قوي. وقلب بقى مع بعض كده كويس قوي. هحطه في طبق التقديم. تعمليه بقى بالشكل اللي انت عايزاه. ممكن تزيني بشويه من الحمص، انا كنت شايلاهم على جنب ازين بيهم. ممكن تزيني بفلفل الوان، تزيني ببقدونس، عشان شكل الطبق يبقى بيفتح النفس بالشكل ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يا ريت ما تنسوش اللايك. باي باي.